وكان جميع العشارين والخطاة يدنون منه ليسمعوه. فتذمر الفريسيون والكتبة قائلين: هذا يقبل خطاه ويأكل معهم. فكلمهم بهذا المثل قائلا. الآيتين اللي أنا قلتهم في البداية دول اللي بادئ بيهم إصحاح 15 في إنجيل لوقا. وبعد المقدمة دي يبتدي يذكر 3 أمثلة ورا بعض. مثل الأول الخروف الضال، وبعد كده بيذكر مثل الدرهم المفقود، وبعد كده الابن الضال اللي احنا هنتكلم عنه النهارده. بس المقدمة اللي في البداية دي مهمة، يبين لنا المثل متقال لمين. هقولها تاني: وكان جميع العشارين والخطاة يدنون منه ليسمعوه. فتذمر الفريسيون والكتبة قائلين: هذا يقبل خطاه ويأكل معهم. فكلمهم بهذا المثل قائلا. يبقى كده ايه المثل لمين؟ الفريسيين ولا العشارين؟ الفريسيين. القضية انه كان المسيح كل اللي بيتجمعوا حواليه عشارين وخطاة، وزي ما بيقول النص كده كانوا يدنون منه ليسمعوه، عايزين يقربوا. إنجاز التعبير، الكتبة والفريسيين كانوا بيقدموا شيء مشابه، كانوا بيقدموا مواعظ أخلاقية، كانوا بيقدموا تفاسير للنصوص المقدسة بتاعت الناموس والأنبياء. ورغم كده ما كانش حواليهم حد، ما كانش حد بيدنو منهم. فردت فعل بقى إنه طب انتوا ليه بتقربوا للمسيح ومش بتقربوا لنا؟ فراحوا اتهموا المسيح بأنه هذا يقبل خطاه ويأكل معهم. وعلى فكرة في المجتمعات الشرقية فكرة الأكل مهمة جدا. فكرة الأكل تساوي قبول المجموعة دي باللي بيعملوه. يعني فكرة بينا عيش وملح دي متأصلة من زمان خالص. يعني ايه بينا عيش وملح؟ يعني بناكل مع بعض. يعني ايه بناكل مع بعض؟ يعني قابلين بعض باللي احنا فيه. فكانوا لازقين في المسيح تهمة ان انت ليه بتقبل العشارين، ودي كانت خطية يعني في الوقت ده قوية جدا، والخطاة اللي خطاياهم مش سهلة، من نوع تقيل. واحدة تتمسك في ذات الفعل، واحدة معروف في المدينة انها خاطئة، يعني خطاة عتاه مشهورين بالايه؟ بالخطية. فقال لهم بقى مثل الابن الضال اللي كلنا عارفين نصه. بيبتدي المثل بإنسان كان ليه ابنين، ويبتدي يحكي في نص المثل الأول عن الابن الأصغر اللي طلب حقه في الميراث. وبعد ما بيتكلم عنه شوية وطريقة توهانه وعمل ايه في القرى البعيدة واللي عمله ورجعه تاني، يبتدي يتكلم في النص التاني من المثل عن الأخ الأكبر. وإحنا النهاردة هنتكلم عن ضلال الأخ الأكبر. يعني كتير اتكلمنا عن ضلال الصغير. ضلال الصغير واضح على فكرة، وده اللي المسيح كان عايز يقوله للكتبة والفريسيين. الضالين قوي دول اللي بيبعدوا خالص، دول اللي خطاياهم شريرة قوي، دول داء حضني. يعني تلاقوا المثل بيتكلم عن الابن الأصغر إنه خد كتير من أبوه، خد القسم اللي يصيبه من الميراث وبدده كله. يعني كل اللي خده راح، وبعد ما راح ابتدى يحاول يعوض اللي راح بطريقته. فابتدى يشتغل، بس الشغل في مرعى الخنازير خلاه يتذل أكتر وأكتر وأكتر. ابتدى يدرك إنه بيت أبي أفضل من أي بيت. وفي لحظة كده صارح فيها نفسه ورجع إلى نفسه وقال: كم من أجير عند أبي يفضل عنه الخبز وأنا هنا أهلك جوعا. لا يلا بينا إيه؟ يعني كانت في سن التواضع، هو متعجرف، قراراته عنيفة،
مش عايز يستسلم ابدا لإرادة الاب ابدا، هو عايز يتمتع بغنى ابوه بعيد عن ابوه. ما توجعش راسي بشوية نصايح ووصايا، انا عايز ابقى بعيد. لكن ده لما ده البعد عن ابوه في الكرة البعيدة، على فكرة الكرة البعيدة دي هي المنطقة اللي فيها بنشعر بغياب حضور الله. يعني اي حتة احنا ممكن نشعر فيها بان ربنا غايب مش حاضر معانا، فدي الكرة بعيدة. لما بنحس الاحساس ده غالبا ما بنلجاش على طول ان احنا نفكر كده ان احنا في كرة بعيدة لازم نرجع، لا احنا عايزين نحل المشكلة فين؟ واحنا في الكرة البعيدة. شوف لك شغلانة، صرف نفسك، خلص نفسك. لكن طبعا كل محاولة من الانسان لتخليص ذاته هي بتبوء بالايه؟ بالفشل، لان مفيش انسان هيقدر يخلص ذاته. انت لست مخلص، انت لست رب. فيه رب وفيه مخلص، لكن الابن الاصغر حاول يكتشف ده بايه؟ بنفسه، واكتشف وعينيه فتحت ورجع واتمتع باحضان الاب. طب امال ايه مشكله الابن الكبير؟ يعني ايه مشكله الابن الكبير؟ يعني ضلال الابن الصغير واضح، ضلال الكبير فين؟ هل الكبير كان ضال؟ بما اننا موضوعنا النهارده عن ضلال الابن الاكبر، يبقى اكيد كان ايه؟ عشان نفهم ضلال الابن الاكبر هنتكلم عن نوعين من الناس في طريقتهم في الحياه او في البحث عن السعاده في الحياه. النوع الاول بيسموه نوع الالتزام الاخلاقي. عايز تعيش سعيد في الدنيا؟ التزم ايه؟ اخلاقيا. لك امين، ما تكذبش، ما تحلفش، ما تسرقش، التزم بالوصيه وامشي كويس. ليه؟ عشان اخد شويه سعاده. انا نفسي في اخد شويه ايه؟ سعاده من الدنيا. بشوف ان الاوقات العالم يقدر الحقاني، وانا حقاني. بيقدر الناس اللي عندها اخلاق. فده بيبحث عن السعاده عن طريق الالتزام بالايه؟ بالاخلاق. واحد تاني يقول لك ايه؟ لا دي مش طريقتي. طريقتي ان انا اكتشف بنفسي، اجرب. ما تقوليش التزم بحاجه. انا ما عنديش اخلاق، انا هكسر كل القواعد. ودي بيسموها بقى طريقه الاكتشاف الذاتي. يعني كل حاجه تيجي على باله يقول لك وانا ايش عرفني، انا لازم ايه؟ يعني فكره انك تقول له المخدرات مش مظبوطه يقول لك انت مش عرفني، بتضحك عليا، انا اروح اعمل ايه؟ اجرب. الفساد الاخلاقي ده هيوديك في داهيه. يقول لك طب اجرب اكون فاسد اخلاقيا واشوف انا هروح في داهيه ولا لا. فدي طريقه من ايه؟ من الناس. على فكره الطريقه دي اصحابها بيستخدموها وهم مش مكسوفين ان ما عندهمش اخلاق. يعني عادي، هو متصالح مع نفسه وصريح مع روحه انه ما عندوش. ولو حد قال له انت ما عندكش يقول له انا موافقك، لان انا لازم اكتشف ايه؟ كل شيء. دول المجموعتين الكبار من البشر في بحثهم عن السعادة. تلاقي كده نوعين تاني من البشر واخدين الحالة الوسط ما بين الاثنين. واحد في الظاهر ملتزم أخلاقيا وفي الباطن بيكتشف بذاته. يعني هو يهمه قوي ان الناس تكون عارفة عنه انه ايه؟ انه حلو. لكن من تحت لتحت بيعمل ايه؟ بيجرب كل حاجة. سمع من المواقع الإباحية دي فيها حاجة كويسة، ما ندخل نجرب. لكن وهو بيتكلم قدام الناس يقول لك ايه؟ اوعى حد يجرب الحاجات دي. هو عايش الايه؟ اللونين. وفي واحد تاني بقى برضه حالة كده وسطية، اللي هو
يعيش باللي يكسبه وما عندوش مانع ان الناس تعرف. يعني في موقف عايز اخلاق والاخلاق هنا تكسب، ابقى عندي اخلاق. موقف عايز يعني انا شغال بالايه؟ بالطريقتين. ليه بنقول الاصناف دي؟ علشان نعرف نصنف الابن الاكبر كان من انهي نوع. الابن الاكبر كان من النوع اللي عنده التزام اخلاقي، ولكن ليس محبه في ابوه ولا محبه في انه يفضل مع ابوه، ولكن هذا الالتزام كان لاجل ذاته، يعني مش لاجل حاجه تاني. يعني هو ما بينفذش وصايا باباه. هو قال لباباه ايه؟ لم اكسر وصيتك قط، لم اتجاوز وصيتك قط. ليه يا اخ؟ عشان الاب ده ليه قيمه عندك، مقدر عندك؟ لا، عشان الوصيه دي بتقول ان لو طبقتها ممكن اخد ايه؟ مكافاه. عشان كده لوم الابن الكبير على الاب: لم اتجاوز وصيتك قط وجديا لم تعطني. يبقى هو كان بينفذ الوصيه دي عشان الجدي. اشعر انه توبه الابن الصغير بتبقى واضحه جدا في الناس اللي خارج الكنيسه. واحد بقى حياته كانت ضايعه خالص ما هوبش الكنيسه دي خالص، وتجيله لحظه فوقان كده ويرجع. لكن خطيه الابن الاكبر دي بقى خطيه الناس اللي طول النهار في الكنيسه. فدي ممكن تكون ايه؟ خطيتنا احنا بالاكتر. عشان كده احنا هنركز على الابن الاكبر. على فكرة لو اتكلمنا على الطريقتين في البحث عن السعادة، ممكن تلاقي انه اصحاب الطريقة بتاعة الاخلاق ينبذوا جدا الناس اللي عايزة تكتشف كل حاجة وبتكسر قواعد الاخلاق، والعكس صحيح. الناس اللي عايزة تكتشف كل شيء بغض النظر عن اي معايير دايما يقولوا ان العالم ده عمره ما هيتقدم لقدام بالناس المتزمتة دي، والمتزمتين يقول لك عمر ان العالم ما هيتحرك لقدام بالناس الفاشله اخلاقيا دي. فالاثنين بيعملوا ايه؟ بيعايروا بعض. هتلاقيها واضحه جدا مع الابن الكبير لما الولد رجع قال له: ابنك ده ينفع في حاجه؟ ده صرف كل معيشته على الزواني، ده فاسد، ده منبوذ، ده ما يستحقش اي حاجه. طب ده اخوك، ما جاتش في بالك. خطيه الابن الاكبر او ضلال الابن الاكبر كان انه بيلتزم بوصيه الاب لاجل نفسه. هقول جملتين كده يعني ممكن يكونوا متفلسفين شويه، بس انا عارفكم بتحبوا الحاجات دي. ان كان اللي بعد الابن الصغير عن ابوه هو خطيته، لكن اللي بعد الابن الكبير عن ابوه واخلاقه. اقولها بطريقه تاني: الابن الصغير ضل بشروره، والابن الكبير ضل ببره الذاتي. يعني كان سر ضلاله انه حاسس انه بار، يقدر يقف قدام ابوه يقول له: انا بعمل وبعمل 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 وبعمل. زي ما تقولوا كده ايه، اصحاب الصحيفة الحالة الجنائية البيضاء، اللي هو يعني هتمسك الفيش بتاعي مش هتلاقي حاجة. بس تخيلوا انتوا واحد بيقف قدام ربنا بالطريقة دي. على فكرة هي اتقالت في مثل تاني على الفريسي، في مثل الفريسي والعشار. لما الفريسي وقف قدام ربنا قال له ايه؟ قال له: انا بصوم يومين في الاسبوع، اعشر كل اموالي، ولست مثل هذا العشار. تقف قدام ربنا بتعمل ايه؟ بتبرر نفسك. فكرة انه عايز يخلص بايه؟ باعماله، عايز يخلص بالتزامه،
حتى التزامنا يا جماعة ما يخلصناش، دايما الموضوع محتاج إلى مخلص، إلى رب. لو أنا بقيت رب نفسي، لو أنا بقيت مخلص نفسي، لن أجد الخلاص. الخلاص في المخلص، والمخلص في المثل ده هو الإيه؟ والأب. فخطايا الابن الأكبر اللي فصلته عن أبوه هي الكبرياء مش شره، والحاجز اللي كان بينه وبين أبوه هو بره مش خطاياه. لأنك لما تيجي تفحص المثل إيه خطايا الابن الأكبر الواضحة تلاقيش، لكن هي خطية كبرياء في أعماق نفسه ظهرت جدا بقى عند رجوع الابن الأصغر من ضلاله. في الحقيقة الاثنين ما كانوش عايزين الأب، لكن كانوا عايزين غنى الأب. بس الفرق بينهم، واحد خد المال ده وعمل إيه؟ انفصل. واحد عينه في المال لكن قاعد فين؟ مع أبوه. وفي الحقيقة هو مش مع أبوه، هو مع المال. يعني إن كانوا حتى في بيت واحد، لكن بحسب الحالة بقى لا، هو مع المال مش مع الأب. حابب أوضح ده بقى بشوية شوية قصص كده ممكن تبين الموضوع. عايز أقول لكم اللي بيضل عن ربنا بكسر الوصية سهل يرجع، اللي بيضل عن ربنا بكبرياء وبسبب تنفيذ الوصية صعب يرجع. عشان كده تلاقوا رجوع الابن الصغير والمثل يقفل والابن الأكبر فين؟ بره، لم يرد أن يدخل، والمثل قفل على كده. فكرة الفريسيين كانوا مستنين المسيح يكمل المثل، بس المسيح قفله والابن الأكبر فين؟ بره. والصغير اللي بهدل الدنيا فين؟ في أحضان الأب. قصة كده كانت عبارة عن مسرحية لمؤلف مسرحي اسمه بيتر شيف. المسرحية دي بتقول ايه؟ بتقول ان كان في واحد اسمه ساليري ده عمل ايه؟ في يوم من الايام وقف قدام ربنا كده قال له بص يا رب، انا عندي موهبة الموسيقى، العزف، اوعدك اني انشر اسمك في الارض كله بالموسيقى وسبحك في كل الدول، هعمل لك حفلات في كل حتة، وهعيش لك ملتزم أخلاقيا، هعف نفسي، هعف بصري، هتصدق على الفقراء، بس تخلي كل الناس تعرفني. وكأنه بيعقد مع ربنا صفقة. ساليري بدأ فعلا ساعد الفقراء، عاش بتول، يعني هو بقى تطرف، قال لك عف نفسه عن النساء تماما، قال لك انا عايش البتوليه. خلي بالكم احنا بنتكلم عن مسرحيه في اوروبا، واخدين بالكم يعني ده كانت حاجه. وفعلا ابتدى يعمل حفلات فيها موسيقى وناس بتسبح ربنا بالموسيقى بتاعته، ابتدى ينتشر اسمه في كل الارض. هو حاسس طول الوقت ان الصفقه مالها ماشيه، كل ما يحس نفسه اسمه بينتشر اكتر، كل ما يكون امين في تطبيق عهده وفي وصاياه، لغايه ما طلع ولد كان ضال بقى خالص، يعني ولد من اولاد الشوارع اللي هو بيعمل كل الموبقات اللي في الدنيا، لكن كان عنده موهبه عزف اعلى من اللي عند ساليري. فقال له تيجي تدربني؟ قال له ماشي. جه يعلمه، اتعلم بسرعه جدا وتفوق عليه، وابتدى اسمه يتسمع اكتر. الولد الصغير ده كان اسمه متظاهر.
فلما اسم الولد الصغير ده ابتدى ينتشر، سالري ده ابتدى يعمل ايه؟ وقف قدام ربنا قال له بص، انت اخليت بالعهد. انا كنت ملتزم اخلاقيا عشان انت ملتزم معايا بحاجه معينه، الاسم ينتشر في كل الارض. من الان انت عدوي. من الان انت عدوي. اللي يكلم ربنا. وكل وصيه انا التزمت بيها هكسرها قدامك. كان يقول له ربنا بقى تدي موهبة أعلى مني لولد ما كانش ملتزم أخلاقيا. نفس الحدث بتاع إيه؟ الابن الضال. أوقات نتضايق من ربنا إنه سامح واحد شرير، وأنا أبقى ملتزم وتحصل لي ضيقة صغيرة، وبقف قدام ربنا عاتبه العتاب ده، بقول له بقى انا اللي ملتزم معاك اتحط في ضيقه، واللي خاربها باللغه العاميه يعني تديله موهبه وتنجحه بالطريقه دي. يمكن التساؤل ده قاله ارميا زمان، لماذا تنجح طريق الاشرار؟ يا ترى كانت اجابه ربنا على ارميا ايه؟ وجاوبه؟ جاوب ارميا لما قال له لماذا تنجح طريق الاشرار؟ ما جاوبوش. قال له انت ان جريت مع المشاة فاتعبوك فكيف تباري الخيل؟ ودى الاجابه في حته تاني. مشكله الاخ ده اللي هو بطل المسرحيه سالري دي هي مشكله الابن الاكبر، هي مشكله الناس اللي ممكن تكون ملتزمه لاجل عطايا الله وليس لاجل الله في ذاته. اوقات كتير بنقع فيها دي، ان احنا بنبقى عايزين منه حاجه وما نفكرش ابدا ان احنا عايزين شخص، وبنفصل بينهم قوي، وبتهمنا العطيه اكتر من العاطي. كنت مرة سمعت قصة كده رمزية يعني. مرة واحد كان فقير، فطلب من ربنا، قال له يا رب اديني فلوس كتير. فربنا رد عليه قال له مستعد اديك اللي انت عايزه، اي رقم تقوله، بس بشرط ادي جارك 10 امثالك. قال له لا مش عايز. بنتضايق اوقات لما ربنا يسامح واحد بعيد، بنتضايق اوقات ان ربنا يغفر لواحد ظلمنا في يوم من الايام. ده نوع من انواع الضلال. انا عارف اراده الله. اراده الله ايه؟ يريد ان الجميع يخلصون ولا معرفه الحق يقبلون. ده بالعكس، ده انا يوم ما ربنا يغفر لواحد ظلمني اقعد امجد الله على مغفرته الواسعه. ده المفروض، لان لو عملت عكس كده هبقى دخلت في ضلال الابن الايه؟ الابن الكبير. انا بتعامل مع ربنا في صفقه، انا بتعامل مع ربنا على اساس اني عايز اجره التزامي الاخلاقي، والاجره دي تكون ماديه. ما تقوليش بقى معيتي وحضوري وانا معاك في كل حاجه وما تخافش، انا عايز ايه؟ فلوس امسكها في ايدي، جيتي اقدر افرح بيه مع اصحابي، مش حاجه تانية. ساعات كده اول ما ربنا يسامح واحد خاطئ تقف قدام ربنا قول له يا رب انت مش عارف ده بيعمل ايه؟ الله انت هتقول له ربنا ده مش عارف ده، ده بيعمل وبيعمل وبيعمل، وكأن ربنا غفر له من غير ما يكون عارف. في الحقيقة ده نوع من انواع الضلال. ونقف قدام ربنا نسرد خطايا الآخرين ونسرد برنا، كنا حلوين في ايه، كنا حلوين في ايه. يا رب ما تعرفش كام صوم كبير انا صمته لك رغم القولون، ما تعرفش
قد ايه التحديات اللي ممكن تواجهنا في الجامعة علشان ما نغشش او نتكلم كلمة حق، لكن بنعمل كده. فين بقى؟ فين الأجرة بتاع دي؟ بقى بعد ده كله ادخل لجنة شفوي اتمسح بيها البلاط، وكأني عايز ايه بقى؟ يا رب انا عملت لك كده فانت لازم ترد دي ايه؟ ترد دي كده. لازم يا احباء نبقى عارفين احنا بنلتزم بالوصيه ليه. معلش انا جايب لكم شويه قصص حلوه النهارده. قصه كده يعني برضو فلكلوريه، يعني هنستخدم فيها اسم المسيح واسم تلميذ من تلاميذه، بس هي قصه توضيحيه. قال لك مره المسيح كان قاعد يوعظ الجموع، وهو بيوعظ الجموع قال لهم وصية مش مفهومة. قال لهم كل واحد يشيل حجر، فكل واحد قاعد يدور في البرية على حجر وشال. بطرس كان سامع، بطرس فهلاوي، فقال لي لسه هنشيل. راح مدور على أصغر حجر، راح حطه في جيبه. فالمسيح قال لهم اتبعوني، كلهم مشوا وراه. راحوا قاعدين في حتة كده، فالمسيح لوح بإيده وقال لتصير الحجارة خبزا. فطبعا اللي واخد حجرة كبيرة بقى معاه ايه؟ رغيف كبير. وبطرس يعني غداه بقى قد كده، لأنه واخد حجرة ايه؟ صغيرة. ده كان على الغدا. اتغدوا، المسيح كمل وعظ وراح عامل فيهم نفس الحركة تاني. قال لهم كل واحد يشيل ايه؟ حجر. طبعا بطرس شاطر، عمل ايه؟ راح لافح على ظهره اكبر صخرة. قال لهم برضه تعالوا ورايا. جم على شط بحر طبرية، قال لهم ارموا الحجارة في البحر. فبطرس راح رامي الحجر منتهى النرفزة. فالمسيح بص له كده وقال له لمن كنت تحمل الحجر؟ انت شايله عشان خاطر مين؟ عشان انا قلت ولا عشان هتاكل خبز؟ انتوا جايين ورايا ليه؟ هل لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم؟ اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية. بناخد على خاطرنا من ربنا فعلا لما نبقى عايشين حياة روحية حلوة وفي الآخر نتخبط تجربة كده. بس حتى لو خدت على خاطري ما ينفعش أقف قدامه وأقول له لم أتجاوز وصيتك قط وجدي لم تعطني، وابنك هذا الذي أسرف معيشته مع الزواني. راجع تاني، ياخد تاني، تحتضنه تاني، تدخله تاني. أعتقد إنه يوم حد الابن الضال محتاجين نراجع أنفسنا في النقطة دي. يعني ممكن واحنا بنصلي القداس بتاع يوم الحد تبقى النقطة دي حاضرة في ذهني، يا ترى يا رب أنا ملتزم معاك ليه؟ افحص قلبي، إن كان فيا رديء، طريق رديء وباطل عدله واهدني طريقا بديا. طلع بقى اللي جوه ده، تخلينيش ابقى ضال زي الابن الكبير. ضلال الابن الكبير ما كانش مكشوف، اوعى تخليني اتخدع في نفسي وابقى مش كاشف ضلالي زي الابن الاكبر. من أدلة الضلال عند الابن الأكبر إنه كان بيغضب أول ما سمع صوت أغاني ورقص من بره وهو راجع. قالوا له أخوك رجع. إيه اللي حصل معاه؟ غضب ولم يرد أن يدخل. ليه؟ لا ده ما يرجعش.
إشارة مهمة جدا ممكن ندور عليها فينا. هل إحنا بنغضب للدرجة اللي فيها نقول لربنا طب مش جاي لك تاني، لمجرد إن ربنا سامح واحد كان ضال قوي قرر إنه ياكل مع عشار أو خاطئ ويقبله؟ ولا أنا كنت بدور على إيه؟ أوقات كتيرة في مجالات الخدمة يعني ممكن تبقى إيه، خادم كده ابتدى يمشي مع حد بعيد قوي ويحاول يجذبه لربنا، وبعد شوية الولد ده ينجذب ويحب ربنا ويمشي معاه حلو قوي والدنيا معاه تبقى حياته الروحية منطلقة جدا، تلاقي الخادم اللي جابه حصل له إيه؟ غيرها. يا رب بقى مع ده بتعمل كده وانا اللي بخدمك سنين هذا عددها، حياتي عامله كده ليه؟ اقلب، يظهر الغضب، قول يا رب لا اريد ان ادخل. رغم ان الاتنين كانوا ضالين لكن في حاجه معزيه قوي، ان الاتنين كانوا محبوبين. يعني ربنا بقى في نهايه المثل بيوضح إن مهما كان نوع ضلالك فأنت محبوب. خرج للاتنين عشان يدخلهم. على فكرة كلمة خرج دي اتقالت عن ربنا في العهد القديم، يقول لك خرج الرب من مكانه، وربنا ليه مكان وتخرج وتطلع. بس فكرة خرج دي يعني إيه؟ خد وضع لا يليق به، يعني خرج من مجده. قالها بقى معلمنا بولس بشكل ايه؟ فلسفي بقى ولغة قوية كده، قال لك الذي إذ كان في صورة الله وضع نفسه وأخلى ذاته وأخذ صورة عبد. دي حركة إلى الخارج. لو تلاحظوا إن الأب في مثل الابن الضال عمل إيه؟ خرج مع الابن الصغير، وإذ كان لم يزل بعيدا رقد إليه، جري ناحيته، وقع على عنقه وقبله. طب مع الابن الكبير أول ما قالوا له ده ابنك بره ومش راضي يدخل، عمل إيه؟ خرج برضه. والحوار كان صعب جدا ما بين الابن الكبير وما بين الأب، بس ما جابش نتيجة. ودي حتة بتدينا رجاء في الناس اللي بعيد عن ربنا قوي، وبتخوفنا خالص على نفسنا إن كنا نظن إن احنا دايما جوه البيت مخرجناش منه، بس احنا ضالين. وتمسك برأيه وقال له طالما دخلت الصغير أنا مش داخل. واتحرم من وليمة محبة الأب، واتحرم من الشركة، اتحرم من الدخول. ليه يا عم؟ مش عارف ملكوت السماوات يبقى شكلها ايه. يعني اشعر كده في ملكوت السماوات هتلاقي ناس كانت خاطئة جدا على الارض وعرفوا ايه؟ يسرقوا مكان، وناس كانت بره قوي بس بسبب برها ايه اللي حصل؟ فضلوا بره. وعشان المسيح يخوف الكتبة والفريسيين قفل المثل والابن ماله بره. قال له انت ما كنتش عايزني، ليست فيك محبة الآب. اوعى نعبد ربنا من غير محبة، اوعى تعبد ربنا خوف، اوعى تعبد ربنا لأهداف أرضية هتيجي في السكة. اعبد ربنا لأهداف سماوية. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها ستزاد لكم. هتاخد بس ما تكونش هدفك. لما كانت هدفه حتى وهو معاه مش حاسس. لما قال له جديان لما تعطني قال له يا حبيبي كل ما لي فهو ايه؟ لا مش حاسس. غناية ده بتاعك. لا لا لا، نقص
ما انت الولد اللي خد التلت ومشي لما رجع عطيته تاني، نصيبي نقص. ما انتش فاهم حاجة، ليك نصيبك هو ما قلش. غناية ما فيهوش حاجة بتقل. فحتى وهو غرقان بنعم أبوه ما كانش دريان. قصة بقولها كتير، في ناس كتير فعلا عايشة في غنى ربنا وسخطة على ربنا. في مرة كنت في زيارة افتقاد، وعمارة كانت كبيرة وكلها بقى أسر يعني غنية وكده. يعني تقعد في الأنتريه، التحف اللي في الأنتريه بس كده تعمل لها مثلا 200,000 جنيه ولا حاجة. طول القعدة بقى الناس بتقول الغلا، هو ربنا سايب البلد رايحة لفين؟ هو ربنا مش مفتكرنا ليه؟ المهم فضلت طالع في العمارة دور ورا دور لغاية ما وصلت على السطح. وعلى السطح لقيت أوضة، بخبط فتحت لي واحدة قاعدة في الأوضة، عندها إيه بقى؟ حصيرة وكنبة مكسرة وتلاجة قديمة، وعندها طفلين زي السكر، واحد في ثالثة إعدادي واحدة في أولى إعدادي، قاعدين يذاكروا على الأرض. فبتقول لي معلش يا ابونا ما عندناش غير الكنبه المكسره دي، ما انا عارف انك ممكن ما ترضاش تقعد عليها. قلت له يا سلام بس كده، ده احلى كنبه. قعدنا نحكي. الست بتحكي عن ايه بقى؟ بتحكي عن ايه؟ عن بركه ربنا. فبقول لها التلاجة دي فيها اكل؟ قالت لي دي مليانه خير. بقول لها انت بتضحكي عليا؟ قالت لي صدقني دي مليانه خير. قلت لها طب ممكن تفتحيها؟ قالت لي يا ابونا مليانه خير ما تحسدناش. فرحت قمت انا فتحتها، لقيت فيها ازازتين ميه. فبقول لها انت بتقولي ليه مليانه خير؟ هقول لك مش هتصدقني، انا كل يوم بتجيني غدوه لغايه الباب وفيها لحمه وفراخ من غير ما اطلبها. يا ستي انت عايشه بالبركه دي. مش هتصدقني، اصلك انت مش هتصدقني لو قلت لك اني كل يوم بتغدى كويس انا وعيالي. انت مش مصدق؟ قلت له بصراحه مش مصدق. قلت لي لا ده بيحصل، انا هقول لك بكره احنا كنا ايه. قلت ايه ده؟ هو في كده؟ اهي دي بقى اللي مخليها عايشه بالشكر ده في ظروف هي معهاش هتصرف ايه بكره. طبعا في تفاصيل كتيره مش عايز اصدعكم بيها على مدى حكمتها في تدبير البيت، في انها تجيب دخل بطريقه شريفه، قليل بس شاكره عليه، حاجات كتير خالص. بس انت حاسه بايه؟ انت ليه ما وقفتيش قدام ربنا قلتي له انا وانا طالعه على السلم بشوف شقق كذا وكذا وكذا، اشمعنى احنا اللي كده؟ ما سمعتهاش. فحسيت فعلا انه بناخد قوي بالنا من ضلال الابن الاصغر، لكن ما بناخدش خالص بالنا من ضلال الابن الاكبر، الواحد اللي غرقان في غنى الله وما بيجيش على باله ان هو غرقان في غنى ربنا. وحد تاني يعني معوش حاجة بس هو غني بحضور الله. فين الكلمة اللي اتقالت للغني الغبي؟ ان انت ليس غنيا لله، انت غني بس غناك فالص. فالابن الاكبر كان غني وما عرفش انه غني، لان ده كان نوع ضلاله، مش حاسس بغنى الاب، لان عينه دايما على الغنى بس، وعمره ما هيحس بالغنى الا اذا كان عينيه على الاب مش على الغنى. اختم بقصة مشابهة. معلش انا بكتر القصص دي علشان المفهوم يوضح. كم مرة فلاح بسيط
عنده جنينة صغيرة كده، مش بتاعته بس شغال فيها. ففي يوم زرعها جزر، فطلعت جزراية حجمها مش طبيعي، يعني كبيرة بزيادة. ففرح بيها وراح وداها لصاحب الأرض، قال له يعني من محبتي ليك حبيت أقول لك إن أرضك طلعت إنتاج وفير جدا وده حاجة ليك. صاحب الأرض خد الجزراية فرح بيها جدا وقال له بص أقول لك على حاجة، عارف الأرض اللي جنبها؟ قال له أروح أشتغل لك فيها. قال له لا، دي خدها ليك، دي بتاعتك. ويقول عن صاحب الأرض ده إنه كان يعرف قلب الفاعل ده أو العبد ده اللي بيشتغل. كان واقف سامع الحديث اللي بين الاتنين واحد من النبلاء والشرفاء اللي كان عنده مزرعة خيول. فراح بقى قال لك ايه، الراجل ده كل ما نجيب له هدية حلوة ينعم على اللي جاب الهدية بايه؟ بعطية كبيرة. فراح جاب أكبر فرس عنده، قال له دي من إنتاج مزرعتنا، بنديها ليك هدية يعني علامة على محبتنا. خد الحصان وقال له شكرا لمحبتك. انتظر، ما عطلوش حاجة. قال له انت اعطيت الراجل؟ قال له انت جايب الحصان لمين؟ ده جاب الجزرة ليا، أما أنت فقد أتيت بالحصان لنفسك. فكرة المساومة اللي اتكلمنا عليها في الأول ده كان ضلال الإبن الكبير. نعمة ربنا مش إن احنا نمشي بالناموس علشان ناخد من ربنا حاجة، لكن احنا بنمشي بالناموس عشان يخلصنا الله، لأن الخلاص من الله وليس من ذواتنا. لإلهنا كل مجد وكرامة وللأبد. حد لي سؤال؟